السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هقول لكم على وصفه سهله قوي ازاي نعمل الفيجيتار او البقسماط الناعم بتاع البانيه اللي بنقلي بالبانيه او اي حاجه من بواقي العيش الفينو بطريقه بسيطه قوي. اول حاجه انا معايا عيش فينو اهو، ومعايا كمان ده كايزر انا كنت عاملاه في البيت وبايت عندي مش عايزاه. تمام، شلت بس القشره اللي على الوش عشان كان عليها سمسم، مش اكتر من كده. نبدا بقى نقطعه بالشكل ده، نقطعه رفيع، تكون بس السكينه مشرشره كده. تمام، هقطعه كده. كلنا بيبقى عندنا بواقي العيش الفينو والكايزر والحاجات دي وبنرميها ومنبقاش عارفين ازاي. لو انت عندك اولاد بقى في المدارس وبيفوضوا كايزر وعيش فينو وحاجات زي كده وبتنشف منك، لا ما ترميهاش، اعملي منها الفيجيتار. تمام، واقلبي البانيه بطريقه سهله قوي. تمام، هقول لكم برده هنحط عليه توابل ايه وايه اللي هنحطه عليه. هنحط حاجه كده حلوه جدا تخلي البانيه بتاعنا يطلع مقرمش قوي جميل. خلاص انا قطعته اهو زي ما انتم شايفين كده رقيق بس شويه عشان خاطر ما ياخدش وقت معايا في الفرن. تمام، ودي صينيه فاضيه مفيهاش اي حاجه، هبدا ارص فيها كده العيش بتاعي بالشكل ده عشان هدخله الفرن دلوقتي يتحمص. تمام، انا مشغله الفرن على درجه حراره واطيه خالص، على درجه حراره 200. تمام، مشغلاه بس كده ايه يسخن عشان خاطر ما ياخدش وقت مننا. هو كان بايت عندي فعشان كده تلاقوه مفرول شويه، مش مشكله، احنا كده كده اصلا هنحمصه في الفرن ونطحنه. تمام، ناخد ده كمان اهو نعمله كده بنفس الشكل. انا كنت شايلاه في الفريزر لحد ما استعمله. لو عندك عيش كده ومش فاضيه تعمليه برضو حوشيه في اي كيس وشيليه في الفريزر لحد ما هتكوني فاضيه كده وتبداي بقى ايه تعمليه. انا رصته كده بشكل عشوائي. تمام، خلص الكميه اللي عندي كلها وهرجع لكم تاني. بصوا انا كده خلصت، خلاص قطعته ورصيته اهو في الصينيه بالشكل ده. مش مشكله بشكل عشوائي كده، احنا عايزينه بس يتحمص عشان خاطر لو في اي رطوبه تخرج منه. هدخله دلوقتي الفرن وبعد ما يطلع هشوف هنكمل وهنعمل فيه ايه. خلاص انا كده خلصت وطلعته من الفرن اهو. بصوا لسه مطلعاه سخن، شايفين بيتكسر ازاي. هو خد حوالي نص ساعه بس في الفرن عشان خاطر انا مقطعاه صغير اهو خالص بالشكل ده. انا هسيبه بقى يبرد. تمام، وهاخده، مش هعمل حاجه ان انا هاخده هطحنه في مطحنه التوابل بتاعتي وبعد كده اقول لكم التوابل اللي هنحطها عليه هتبقى ايه. بعد ما نشفته كويس، بعد ما نشفته كويس في الفرن زي ما قلت لكم. تمام، وبعد كده سبته كمان في الهواء يتهوى ويكمل نشفان خالص لحد ما بقى ناشف زي ما انتم شايفين كده. هحطه في مطحنه التوابل بتاعتي وهبدأ بقى احط على قد كده المطحنه بتاعتي اهو، وهطحنه كويس قوي في الكبه او في مطحنه التوابل اللي بتطحني فيها التوابل زي ما يعجبك. تطحنيه ناعم قوي، او لو بتحبي البقسماط الناعم خشن شويه ممكن ما تطحنيهوش قوي، دي بقى في ايدك حاجه ترجعلك بالشكل ده كده. انا بس قفلت الصوت الاصلي عشان خاطر الصوت ما يزعجكوش بالشكل ده. هاخده برضو عشان لو في اي حاجه السكينه اللي مطحنه ما جابتهاش، هنخله كده في المصفى بتاعتي بالشكل ده. والخشن اللي على الوش ده برضو مش هنرميه، احنا هنرجعه تاني في المطحنه مع بقيه البقسماط. زي ما انتم شايفين ناعم خالص وحلو جدا واحلى بكتير وانضف من اللي بتشتريه من بره واوفر. العيش ده بدل ما كنت هترميه اهو اديكنا استفدنا منه. عملت الكميه بتاعتي كلها وطحنتها. نحط بقى التوابل بتاعتي، ده كركم، بصل بودر، توم بودر، جنزبيل، بابريكا، وفلفل اسود. التوابل دي بتاعتك، حطي التوابل اللي تعجبك.
بس انا بحب التتبيله دي جدا، بتديني نفس طعم الفيجيتار الجاهز بالظبط، بتبقى ريحتها حلوه قوي. ودي معلقه كبيره نشا، دي بقى المكون اللي قلتلكوا هيخلي البقسماط بتاعنا يطلع مقرمش جدا، لما نيجي نقلي بيه يدينا بقى القرمشه واللون الذهبي الحلو. تمام كده، هنقلبه كويس قوي. لو انت برضو عايزه حابه تديله مره كمان كده في المنخل كله على بعضه عشان التوابل كلها تختلط براحتك، نستقلوه كمان ان احنا هنحط شويه ملح. تمام، عشان خاطر طبقه البانيه اللي على الوش ما تبقاش طعمها حادق، لان دي اول طبقه بنحس بيها، فلازم يبقى متملح حلو وطعمه حلو بالشكل ده كده. حلو جدا، بصوا لونه حلو ازاي، احلى بكتير كمان من اللي بتشتروه من بره، وموفر جدا، ناعم خالص اهو. ومعلقه النشا دي بقى جربيها، حتى لو انتي شاريه اي بقسماط ناعم من بره، جربي كده تحطي عليها معلقه نشا وشوفي الفرق في الطعم والقرمشه، حلو قوي بصراحه. شايفين جماله، حلو قوي. الكركم برضو بيدي لون حلو قوي في التحمير، هو والبابريكا. انا هقدمه بقى في الطبق بتاعي بالشكل ده. تحفظوه بقى باي شكل، تحطوه في كيس بلاستيك في التلاجة او في علبة تلاجة زي ما يعجبكم عادي. تمام، او ممكن مش في التلاجة خالص، لان احنا محمصينه كويس وشايلين منه الرطوبة، يعني عمره ما هيبوظ منك. انا قدمته بالشكل ده كده، وهشيله في علبة تلاجة او كيس تلاجة لحد ما استعمله. اظن بقى مفيش احلى من كده، وريحته حلوة جدا، ريحة التوابل ظاهرة فيه وريحتها تحفة. عايزة تزودي اي نوع توابل كمان انتي بتحبيه، دي حاجة ترجعلك براحتك. حاجة بسيطة ما خدتش مننا وقت. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم النهاردة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات اللي بقدمها تاني. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.